اهلا بكم. مصر دولة كبيرة قوي، مصر دولة كبيرة قوي. جملة قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد في العاصمة الإدارية. رسالة بيوصلها الرئيس عبد الفتاح السيسي للداخل المصري، بيقول لهم اطمنوا، احنا جامدين قوي. بيقول لهم لا تقلقوا على مصر. بيقول لهم ان مصر لديها جيش قوي، واحد من اقوى جيوش المنطقة. احتفال الاخوة الاقباط في الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الادارية بين مدى حب المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بين تزايد شعبية هذا الرجل يوما بعد يوم، وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية اللي بتعاني منها البلاد. الكل بيقول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب الأزمة الاقتصادية شعبيته بدأت تقل. بقول له لا يا عزيزي، شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتتزايد يوما بعد يوم، وخاصة لما المواطن المصري البسيط شاف الدول العربية اللي حواليه وإسقاط الدول العربية. يعني بتصبح الصبح ما بتلاقيش لا رئيس ولا جيش ولا نظام ولا دولة. المصريين بيحبوا بلدهم، المصريين بيخافوا على بلدهم، المصريين يضحوا بكل حاجة من أجل بلدهم. علشان كده الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال الأخير حب يبين للمصريين إن إحنا واقفين على أرض صلبة، إن إحنا بنحب البلد دي، وعندنا جيش بعون الله واحد من أقوى جيوش المنطقة، قادر يحمي البلاد وقادر يحمي الأمن القومي المصري. إسرائيل ومن وراء إسرائيل مخصصة منصات على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه صورة النظام وتشويه صورة الدولة المصرية، وبتلعب على الأزمة الاقتصادية. لكن كل ده مش هيفرق معانا، لأن المصريين شعب قوي، المصريين بيحب بلدهم، المصريين عارفين قيمة مصر وجيش مصر ورئيس مصر، ومش معبرين أي حاجة ومش خايفين من أي حاجة. وبعون الله الجيش المصري قادر يحمي الأمن القومي المصري داخل وخارج الحدود، علشان دول جيش وطني شريف مفيش فيه مرتزقة. الجيش المصري يا جماعة من كافة طوائف الشعب المصري، مفيش فيه مرتزقة، مفيش فيه خونة. الجيش المصري كله جنود وضباط متيمين بحب الوطن ومتيمين بحب القيادة السياسية. إن شاء الله هنحميها ونعليها ونخليها قد الدنيا كلها. كل الشكر والتحية.